تمكن المنتخب الوطني المغربي خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة المقامة في دولة إندونيسيا. المنتخب المغربي تقدم بالهدف الأول مطلع الدقيقة 29 بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحولها اللاعب المغربي إنس العلوي لهدف. بعد الهدف الأول ب10 دقائق استطاع عبد الحميد أيثو بودلال ضافة الهدف الثاني للمنتخب المغربي منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور. تمكن من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه نبيل عاشورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنخب المغربي ب2-0 مع بداية الشوط الثاني. وفي الدقيقة 64 تمكن المغرب من إضافة الهدف الثالث عن طريق الموهوب محمد الحموني، ليحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل مع منتخب الأكوادور للدور المقبل.